عليكم بنات، كيف حالكم اخواني واخواتي؟ كنتمنى ان شاء الله اموركم بخير وعلى خير وتكونوا سنكسه كيف ما العاده. يا احلى متابعين ديالي، اليوم فيديو جديد ونهار جديد كيف ما كنوعد لكم وكيف ما كنجيب لكم دائما في الوصفات السهله ما يكون في المكونات. اليوم غادي نحتاج ان شاء الله اللي غادي نديرو في هذه المكونات اللي غادي نستعملوا الشباكيه ديال الزلابيه اللي كتكون سهله وماله في التحضير ديالها، كتخرج لها بحال هذيك اللي كتباع بالاسواق. غادي نبداو في طريقه المكونات. شنو غادي نستعمل في هذه الشباكيه ديال الزلابيه؟ عندي هنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه ديال القرفه، 4 معالق كبارين ديال السميد كيف ما كتشوفوا، رشه من الملح، معلقه كبيره ديال الخل، وكاس ديال الزيت. غادي نبداو في تحضير المكونات ان شاء الله. يلا على بركه الله. ما تنساوش بلايك ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا عندي هنا كيلو ديال الدقيق اللي استعمل ديال الفرز، غبرته مزيان. عندي بالحساب ديالنا عندنا 5 د الكيسان ديال الدقيق. غادي نستعمل هنا 4 المعالق كبارين ديال السميد رقيق، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ورشه ديال الملحه، وعاد معلقه كبيره ديال القرفه. غادي نخلط هذا الشيء مزيان مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا البنات ضروري كندخل هذا الشيء المكونات كامل في الدقيق ديالنا. 4 د الكيسان ديال 5 د الكيسان ديال الدقيق البنات، 5. كيف ما نضيفوا الدقيق وكيف ما نضيفوا الماء فيه، 5 د الكيسان ديال الدقيق و5 د الكيسان ديال الماء الاخرانيه عاد. وعندي هنا كاس ديال الزيت مائده اللي غادي نخلط فيه مزيان باش كتجينا الشبكيه ديال الزلابيه ديالنا كتجينا رطبه وكتكون هكا كنحتفظوا بها هكا الطريقه ديالها ديال التقرميش ديالها، وما كتكونش رطبه لينا بزاف. راه كاين بزاف الناس كيستعملوها كتخرج لهم ولكن تبقى يومين ولا 3 ايام ما كتبقاش، هي ما كتشدهاش براسها. ممكن تذوب، ممكن غادي تكون ماشي بهذيك الطريقه اللي كنت بغاتها، ولكن انا عطيتكم الوصفه اللي غادي تنجح معكم ناجحه 100%. وملي درت الزيت مع هذا الخليط وغادي نديرو فيه معلقه كبيره ديال الخل، غير معلقه على البنات، معلقه كبيره ديال الخل. وعندي هنا 5 د الكيسان ديال الماء كيف ما كتشوفوا، 5 د الكيسان ديال الماء اللي غادي ندوبهم في الحراره، تكون الحراره ديالهم غير شويه. كيف ما كتشوفوا دوبت الماء ديالنا. دابا غادي نكبو على الدقيق اللي كنا درناه مع هذيك المكونات. كنخلط هادشي، كنجمع على هاد العجينه كنجمعها غير باليدين، وعاد غادي نردها في كاسرونه باش غادي طيب لينا على الحراره. كيف ما الماء غادي يكون شويه ماشي مغليين بزاف، غير نورمال. صافي كتجو العجينه ديالنا بهاد الطريقه. كيف ما كنعجنو مسمن ولا البغريره ولا على حساب هكا. ودابا غادي نكبوها باش غادي نردوها على كاسرونه ديالنا باش غادي طيب لينا الحراره ديالها، باش غادي تطيب لينا هاد الشباكيه ديالنا حلوه ديال الزلابيه. غادي نعطيوها الحراره تكون مهيله البنات، ما نعطيوهاش الحراره تكون مجهده باش ما تحرقش لينا العجينه. صافي كما كتشوفوا دابا غادي نديروا الحراره اللي كنت درتها غير مهيله باش غادي نطيبوا الزلابيه ديالنا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا راه كنطيبها غير بالعقل، كتشرب ليا هاد الشيء كامل هاد العجينه، ما كيبقاش لينا الماء الفوق منها ولا هذيك الماء كتشرب في العجينه ديال الدقيق. وصافي كنبقاو نخلطوا، كندخل في هذيك المكونات كامل اللي كنطيبوا باش غادي تشوفوا معايا ان شاء الله باش غادي نشكلوها بالطريقه ديال الزلابيه اللي بغينا حنايا. المهم كيف ما كتشوفوا هنا البنات، صافي ملي طيبت لينا العجينه ديالنا ديال الزلابيه كتجينا هكاك مرطبه. ضروري تكون عندكم بهذه الطريقه تكون مرطبه، ما تكونش قاصحه بزاف. كيف ما كتشوفوا الا ما بغيتوش ديروا 5 د الكيسان ديال الدقيق ممكن تعوضوا ب4 د الكيسان ديال الدقيق، ما ديروش بزاف. اما الماء درنا 5 د الكيسان، 5 د الكيسان ديال الماء. انا عندي هذا البوق وعندي هذا البوق ديال الشكل، ممكن ديروا اي بوق، ولكن هذا هو البوق ديال الزلابيه اللي غادي نشكل فيه انا. العبر يكون عادي البنات بهذه الطريقه، ما يكونش شي عبر ديال البوق اللي كيكون ديال الشكل ديالو اللي كيكون رقيق. خصنا ضروري بهذه الطريقه ديال البوق باش غادي كنشكلو فيه وكتخرج لنا الزلابيه ديالنا كتكون بقد على حاله، ما تكونش لا غليظه لا رقيقه. الحراره نعطيوها الحراره ديال الزيت تكون مهيله، ما نشعلوش الحراره ديال الزيت تكون جاهده بزاف، ولكن غادي تحرق لنا العجينه ديالنا ديال الزلابيه، ما غاديش نخرج لنا هذيك الشكل اللي بغينا حنايا. ولكن ضروري الحراره تكون مهيله، عافاكم حراره تكون مهيله. المهم كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه، كتخرج لنا ما لا غليظه لا رقيقه عادي. حيت علاش انا قلت لكم هذا الشكل ديال العبر ديال البوق هذيك اللي غادي تخرج لكم الزلابيه كتكون غليظه، اما هذيك رقيق كتخرج لكم الزلابيه تكون رقيقه. على حسب الا ما عندكمش هذا البوق ممكن تضيفوا هذيك البوق يكون رقيق عادي. صافي كنبقاو نستمروا البنات بهذا الشكل.
دابا كيف ما كتشوفوا سخنت الزيت ديالنا على الحراره تكون مهيله باش غادي نطيبوا فيه ان شاء الله الزلابيه ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنبقاو نحطوا الزلابيه غير بالعقله البنات، وكنعطيوها الحراره تكون مهيله. كيف ما قلت لكم الحراره تكون مهيله باش ما تجيناش محرقه من التحت، ما تبقاش لاصقه لينا من التحت. ضروري الحراره تكون مهيله باش غادي تعطينا هذيك اللون ديال التحميره اللي بغينا حنايا. وصافي كنبقاو نستمروا البنات بهذه الطريقه حتى غادي نطيبوا الزلابيه ديالنا، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالو النهائي ان شاء الله للتزيين. كيف ما كتشوفوا ها هي الزلابيه ديالنا، التحميره ديالها كيفاش جاتنا، الطريقه ديالها كيفاش جاتنا، ما شاء الله جات ساهله ومهله في المكونات وسهله في التحضير ديالها، وما تندموش عليها البنات. جربوها راهي كيفاش كتجينا الطريقه اللي بغينا حنايا بالتحميره ديالها وبالتزيين ديالها. كيف ما كتشوفوا هذيك الزواق ضروري كيكون فيه. ولكن لازم ملي كنطيبوا الزلابيه ديالنا في الزيت ضروري كنحطوها بالعسل، كتكون سخونه كنحطوها بالعسل باش كتشرب لنا هذيك العسل في الداخل. شوفوا كيفاش كتجينا ملي حليتناها معكم، كتجي واعره البنات وكتكون مرطبه وكتكون بهذيك الطريقه هكا قاصحه، ما كترطش لينا على يومين ولا 3 ايام. كنحتفظوا على الحراره ديالها وكنحتفظوا على الطريقه ديالها، وكتجي ما شاء الله البنات. جربوها راه ما تندموش عليها، وما تنسوناش بلايك ديالكم والاشتراك ديالكم. هذا هو الفيديو جديد، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم فيديوهات باش يوصلكم كل جديد ديالنا، وباش نبقاو نستمروا ان شاء الله. يلا دمتم برعايه الله، والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.